في قلب القاهرة الحديثة وسط صوت الباعة والموبايلات واقف كريم، شاب عادي 28 سنة، مصمم جرافيك بيحلم بمستقبل أحسن. بس هو مش عارف إن القدر حط في طريقه حاجة محدش هيشوفها غيره، وهي نظارة قديمة بتشوف المستقبل بس 10 ثواني بس. كريم دخل مكتبة الزمن القديمة يدور على كتاب تصميم نادر، وهو بيفتش لقى صندوق نحاس مقفول، ففتحه ولقى النضارة. ومش أي نضارة، الإطار دهب قديم والعدسات متشققة، بس في نور خفيف خارج من نقش غريب عليها. والشيخ العجوز همس: دي مش للبيع، دي للي يستاهلها. كريم حط النضارة على عينيه ثانية واحدة، وفجأة شاف الشارع بره المكتبة، عربية حمرة بتجري زي المجنونة وبتخبط موتوسيكل، زجاج بيطير، صريخ. بعدين كل حاجة اختفت، وخلى على النضارة بسرعة وقلبه بيدق جامد. ايه اللي حصل ده؟ همس الشيخ العجوز ومسك ايد كريم. النضارة دي بتشوف المستقبل بس 10 ثواني بس. كل مرة تستخدمها بتدفع تمن، بس مش فلوس، حاجة أغلى. كريم ضحك وهو متوتر، أكيد هزار. بس الشيخ بصص له بعينين مش بتكذب. في الشارع كريم شاف طفل بيقرب من عربية فول مكسورة، وحط النضارة وشاف العربية هتقلب على الواد بعد 8 ثواني. جري كريم، مسك الواد شده بعيد ثانية واحدة قبل الحادث. العربية اتقلبت والكل صرخ. كريم بيلهس، النضارة نجحت. في بيته كريم مش نايم، قاعد على السرير باصص للنضارة. لو أعرف نتيجة المقابلة بكرة، لو أعرف سعر البيتكوين. فحطها وشاف نفسه ناجح في مقابلة شغل كبيرة، وابتسم. والإدمان بدأ. في كافيه استخدم النضارة عشان يشوف سعر البيتكوين، واشترى قبل الزيادة بدقيقة. كسب 5000 جنيه في 10 ثواني. ضحك بصوت عالي والناس بصوله، بس هو مش مهتم. أنا هبقى مليونير. الصبح كريم لاحظ حاجة في المراية. عينه الشمال دايرة رمادي خفيفة حوالين القزحية. أكيد تعبان، بس حس ببرد غريب في العين دي. والتمن بدأ، بس هو تجاهل. في حفلة على السطوح، كريم شاف صاحبه عمر بيترنح جنب الحافة، فاستخدم النضارة وشاف السقوط. جري وماسك عمر من الجاكيت، شده لورا. وعمر ضحك وقال: كنت هتموتني. كريم ابتسم، بس عينه الرمادي وجعته. كل استخدام الدايرة الرمادي بتكبر، دلوقتي غطت نص القزحية. كريم شاف في المراية شبح وقال: النضارة بتاخد مني ايه؟ سأل نفسه، بس رجع يستخدمها عشان السلطة حلوة. استخدم النضارة عشان يشوف أرقام اليانصيب، وكسب 2 مليون جنيه. واشترى عربية فخمة وانتقل لشقة أكبر، واصحابه حسدوه. بس لما خلى عن النضارة، عينه الشمال رمادي خالص، مفيش بني باقي. كريم رجع للمكتبة، لقى كتاب مخفي. قرأ: كل مرة تستخدم النضارة بتتسرق 10 ثواني من عمرك الحقيقي. مش فلوس، مش صحة، عمر. كريم عد استخدمها 47 مرة، يعني 470 ثانية، أكتر من 7 دقايق من حياته اختفت. كريم حاول يرمي النضارة، راح زواق مظلم ورفع إيده، بس إيده جمدت. بس مرة أخيرة همس ورجع، حطها وشاف حاجة مرعبة. شاف نفسه ميت في حادث عربية بعد أسبوع. كريم بقى عبد للنضارة، بيستخدمها كل ساعة وبيتجنب الحادث، بس بيشوف حوادث جديدة. بينقذ، بيكسب، بيخسر. وعينه اليمين بدأت تتحول رمادي، وجسمه ضعف، بس مش قادر يوقف. كريم رجع للشيخ، عينيه رمادي خالص، وقال له: خلصني، وصرخ. فالشيخ اتنهد: النضارة مش هتسيبك، انت اللي لازم تسيبها، بس لو حطيتها مرة تانية هتاخد آخر 10 ثواني من حياتك. كريم طلع سطح العمارة، والشمس طلعت، ومسك النضارة وعايز يشوف نهاية القصة. هل هقدر أعيش من غيرها؟ وحطها، وشاف نفسه بيرميها وبيعيش حياة عادية
وبيموت عجوز سعيد بعد 50 سنة. بكل قوته كريم رمى النضارة وطارت في الهواء ووقعت، اتكسرت على الأسفلت، والنور اختفى وعينيه لسه رمادي، بس ابتسم أول مرة من أسابيع. مرت شهور وكريم بيشتغل وبيضحك وبيعيش، بس عينيه رمادي للأبد، ولكن بيشوف الدنيا أوضح. خسر الألوان بس كسب الحياة. كريم رجع للمكتبة المهجورة، لقى الصندوق مكسور، جواه ورقة: العبرة للي يشوف بعين قلبه. ابتسم وساب المكان وما بصش وراه. كريم واقف على كوبري قصر النيل، والشمس بتغيب والمدينة بتتنفس، وما بقاش بيشوف المستقبل بس بيعيش الحاضر. خسر 10 ثواني كتير بس كسب حياة كاملة. القوة الحقيقية مش في إنك تشوف المستقبل، ده في إنك تعيش الحاضر. النضارة ادت كريم 10 ثواني من المستقبل، بس كلفته سنين من الحاضر. احذر اللي بتتمناه، ممكن تحصل عليه بتمن مش هتقدر تدفعه.